هذا هو؟ ايوه يا فندم، هذا صورة ابن اختي الذي اختفى ولا عاد رجع الى البيت. شوفوا، هي المشكلة ان بعض الاهالي يا يهملوا اولادهم يا يضغطوا عليهم لو ما يضيعوهم، وبعدها هات يا بلاغات. ولو كان انتبهوا عليهم من البداية كان ممكن يتداركوا هذا. كيف يعني انتبهوا لهم يا فندم؟ ما فهمت. شوف يا صاد الله، احيانا بتظهر على الاولاد تصرفات تثير الشك، واهاليهم يهملوهم وما ينتبهوش لهم، والنتيجة مش ان ابنهم يضيع وبس، النتيجة انه قد يكون مطلوب في قضايا ارهاب وتقطع وشغب وامن دولة. ارهاب وامن دوله؟ فعلا يا فندم، محاربة مصادر تمويل الارهابيين من اهم الوسائل للقضاء على الارهاب، لانه انت عارف اذا جف المنبع اللي بيغذيهم بالماء هنعرف بعدين نشيل جزء كبير من حركتهم. وايضا قانون مكافحه غسيل الاموال وتمويل الارهاب، وايضا ال40 التوصيه الذي اصدرتها لي من في هذا الخصوص، من خلالهم نقدر نعمل خطه عمل مشتركه، طبعا بالتنسيق مع البنوك والمؤسسات الماليه داخل البلاد. تعشوا معي؟ يا هنا قد سبقناك. تعشى. وحافظ؟ حافظ ما رضاش يتعشى، قاعد يشتي يرقد. طيب كدي فرصة أشوفه. قوموا انتوا ناموا وخلوا حافظ عليا. يلا. تصبح على خير. صباح الخير. بسم الله. تصبح على خير. يا أبا، بس بخصوص موضوع حافظ. موضوع حافظ شيلي من راسك، خلي عليا وانا اعالج الموضوع هذا. قومي انتي معك شغل، قومي تصبحي على خير. لا أقول شيء تدخل من المطبخ. الله يعينك. حافظ حافظ. ايوه يا أبا. تعال ايوه يا من جنب الباب. تعال نشوفك نبصرك نطمن عليك. جلس تعشى معي. اجلس. معقول يا حافظ عادك زعلان مني للآن؟ لا مش زعلان. إلا زعلان. تصرف هذاك تصرفات واحد زعلان. تروح رحلة وما تمرش علي، وترجع من الرحلة وما تسلمش علي، وترجع قالوا طفشان وتصايح أنت وأختك وأمك. إيش الموضوع؟ انا اصلا لا مش مشكلة يا حافظ، أنا عارف إن الإنسان بيطبح ويفرح، إلا أنا بس كنت أشتي أعرف موضوع الرحلة حقك هذا فين كانت؟ فين رحت؟ ما هي الرحلة هذا؟ أنا سألت معظم أصحابك اللي أعرفهم قالوا لا يعرفوا برحلة ولا سمعوا برحلة ولا يعرفوا أين أنت أصلا. فين كنت؟ بس لحظة يا أبا. عم يدمك. كيف حالك يا حافظ؟ ها؟ أو نسيتني؟ على ما بيقولوا من لقي أحبابه نسي أصحابه. لا بس أنا قلت أتصل لك أسلم عليك وأطمن على أخبارك. يا أخي أنت شخصيا ما حد يقدر ينساها. أنا الآن جالس أفكر في الرحلة التي جمعتنا والنقاشات الرائعة التي دارت بيننا. صدقني هذه الرحلة أثرت فيني وحاسس إني إنسان جديد، فقلت أكيد يكون نفس هذا الشعور عندك. وأنا أيضا. أنا حريص على أن لقاءاتنا تكون مستمرة. وعلى فكرة يا حافظ، أنا جنبك وأي حاجة تحتاجها مهما تكون وفي أي وقت، أنت فقط اعمل لي رنة. يلا ما طولش عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برافو عليك، استمرارك معهم وقربك منهم وتأثيرك عليهم هيعزلهم من أي مؤثرات أخرى قد تؤثر على ما قد عملتم معهم في المراحل السابقة. هذا طبعا أكيد.
والرحلات الذي خرجتنا وهم مع بعض، وموقعنا القريب منهم الذي بيجمعنا للقاءات، وكل التفاصيل هذه جعلتهم قريبين مني وأنا قريب منهم، وهذا طبعا أعطاهم الاطمئنان والثقة. جميل جدا. وأي شيء أو متطلبات تشتوها أنا أوفرها لكم في أي لحظة. المهم الآن متى بيكونوا جاهزين لتنفيذ العملية؟ متى؟ كل شيء لازم ياخذ وقته. أنا أقول لكم يا بنات تأخرت عن العمل. على فكرة أنا كنت تكلمت مع أخوك حافظ على اللي حصل بينكم، وقال إنه يعني ما كانش يقصد، كل الموضوع إنه وصل تعبان وحصل اللي حصل، وهو بيعتذر لك. وأنا كمان يا بابا نعتذر له وبنقول له أنا آسفة، يمكن أنا أديت لك كلمة زعلته ونرفزته في حالة غضبه. مش مشكلة. يلا مع شو اللي أخش مع شاف؟ هي مدرسة الحاج مدرسة. مع السلامة. مع السلامة. وانت يا سبحان الله عاد تكلم الحق. اخوة عايزدوا في بعضهم. ما وي حافظ. أنت وأخوان نخرج من بينكم وأنتوا على ستة. ايوه طيب ممكن. خذ يا ابني كلك لقمة، من حين جلست ولا قلت لك ولا لقمة. سكبني. اطلع السرحان وكل. اطلع السرحان وكل. يا عم محمود الله يحفظك، امشي في حاجتي عيقض الله حاجتك. ما تشتي. أي حين عيرجع صاحبك يخلص لي إجراءات السفر، ولو هو ما يرجعش قلنا لا بنجيلك. قلنا لك اصبر اصبر، ما لك مستعجل أكثر من الذي أنا فيه، وعاد أنا مستعجل. ما ولا أنت فيه؟ معلق مرتي حانقة وابني خرج وما زد رجع. الثنتين الأولات يمكن، لكن موضوع خروج ابنك مدري. ما قصدك. الظاهر ان انتم بلا شغله ولا مشغله، ما نش فاضي لكم. ايوه بصراحه نسيت نتحرك، تشوف امورنا يا اخي. طيب اتحركوا، انا ما انا ماسك لكم. كيف نتحرك وانت تعرف فين بضاعتنا؟ بضاعتنا في الحفظ والصون، ما تكونوش هبلان ولا متهورين. نخرجها في الوقت المناسب ونشتغل ونكسب منها ذهب. بس احنا خايفين. خايف من ايش وانت معاه محروس؟ مالك انت؟ شوفوا اسمعوني، العمليه ما هي سهله والصفقه كبيره. انا بين اخطط لها بشكل مدروس وحاسب لكل صغيره وكبيره فيها. فاهمني ولا لا؟ فاهمين، بس نشي نشغل وقتنا بشي ولا شيء، يعني على بال ما توصل بضاعتنا. ايوه انا فدالك، يعني ايش شغل مخوه، بعدين انت ما تعدمش عليك الاعمال والصفقات. يعني تشتوا عمل تشغلوا وقتكم فيه. ايوه حاضر. أيوة يابا، قلت الشيء أستأذنك إني أخرج اليوم مع ضيفتنا، أخرج أمشيها. قالوا إنه مفيد لعلاجه. تمام روحي مشيها يا بنتي، وعادش لو استطعتي تمر لي للمحل بيكون أفضل. أنا بعطيش بعض الأغراض توديها للبيت. حاضر يابا. بس يا بنتي لا تتعبيها كثير، أنت عارفة إن الحرمة عندها مريضة. لا 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 ما تقلقش إن شاء الله. يلا مع السلامة. محمود كيف حالك؟ الله يسلمك. ايش اخبارك؟ الحمد لله. لا تقول لي انا ناسي لك ولا شيء، انا والله اني بنذكرك مسك. لا عادي. خلي هذا جيبك حاجتك ولو هي قليله، قد بسر الشغل يعني ما هو شيء، وبعد الامور تتحسن وكل شيء يكون على ما تحب.
بيض الله وجهك وكثر الله خيرك. خير الله يا محمود. وقدو إذا احتجنا أي حاجة ما بنشوف إلا لعندك. واحنا ما نقصر إن شاء الله. فيك الخير. إلا بس معي واحد مسكين من أهل الله، إنسان فاضل ومحتاج يعرف به من أجل قطاع البطاقة الشخصية، وقدك عمدتنا وعمنا وما فيش من يعرف بغيرك، وجهك لا يرد. على طول أبشر يا محمود. لا الشخص هذا أنا أعرفه. لا ما تعرفه، شو إنسان مسكين جالس لحاله، مش شو حق دخله وخرجه. وكيف يعني تشوف إن أنا أكفل ولا أضمن على إنسان ما أعرفش؟ أنا أعرفه أنا. يا محمود يا ولدي، أنت لو ما تضمن لا تكفل واحد إنه يحصل على بطاقة ولا جواز، هذه مسؤولية. كيف شي نتحمل مسؤولية واحد لا أعرف من هو ولا أين هو ولا ما عمله ولا أين ساكن؟ والله يا عم سعد الله انقدك بدي أسئلة أكثر من اللي بيقطعوا البضايق أنفسهم. والله يا الدنيا سلامات، والله إن كان يجي لعندي أي واحد من أجل أعرف بيقطعوا له البطاقة كنت أروح معه على طول. هو كلنا كنا نتساهل زمان أيام ما كانت الدنيا سلامات، بس دحين يا محمود يا ولدي الدنيا ما عاد زي زمان. الآن ظهرت مصايب يا محمود. أنت لو ما تساعد إنسان إنه يحصل على وثيقة من الدولة، بطاقة ولا جواز ولا، أنت بتساعده إنه يحصل على حقوق المواطنة المتساوية ويأخذ حقوقه كاملة، وذاك بتشوف الحالات مليان قدامك. ولا بتساعد إنسان مجرم فار مطلوب العدالة، فرضا جالك قاتل ولا إرهابي من هؤلاء اللي خلاص يا عم سعد الله، كلامك صح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مالك يما؟ ايش في؟ مش عارفة يا بنتي، اشوف صور ما اعرفش شيل من مع من ايش هذه الصور مش عارفة. والله يا سعد الله طلعت مش بسيط. لا أنت لازم نعمل لك حساب خاص، لأنك ممكن تأثر على عملنا. لكن طيب يا سعد الله طيب. هي مال عمنا محمود سارح في الملكوت، او صاحبك اتصل ويشتي ولا شيء ومعناها ما نقول لكم الدنيا هذه ناس كنت تعتبرهم فوق السحاب، لو ما اكتشفوا منهم استغفر الله العظيم. من هم؟ خلي خلق الله على الله. او بدر مننا شي يزعلك، او بدر مننا شي يزعلك. تكلم على نفسك بتجمع والضم. لا العب بهذا الوجه. وانا قلت هكذا علشان ما احرجكش ولا اي غلط ما بيجي الا منك انت. هي الشخصين عمي محمود ما بيشغلك الا حسن الوجه له. اسمع شوف يا عطيه، وفي الاخير يا انا يا انت في المحل هذا وانت حتشوف. مالكم يا جماعه؟ خلينا نربي. انا لا بنقصدك لا انت ولا هو. كان من بتقصد؟ تشتغل صادق. عمكم سعد الله. ها؟ عمنا سعد الله. ها يما، كيف عجبتك الخرجة؟ ها؟ شكلك قدمتي تعبانة من كثر المشي. ايش رايك اروحك البيت ترتاحي وانا بروح لعند ابي للمحل اشوف في شتي. تمام تمام يا بنتي. يلا خلاص اوكي، انا بوقف تاكسي.
السلام عليكم. اهلا 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 وعليكم السلام. حالك يا عم عبد الرحمن؟ يا حيابك، اهلا. كيف استاذ هاني؟ والله كنت قريب قلت امر اسلم عليك وبالمره نطمن. خطوه عزيزه، حيابك. خير ما فعلت الله. الله يخليك. يا ريت تفضل. لا ما فيش داعي، بمشي. شوف شغلك انت. لا ما عيب، نقوم بالواجب معك. انت صاحب واجب، ويقولوا صاحب الاولى ما له جزاء. الله يخليك يا عم عبد الرحمن. ها ايش نجيب لك؟ بارد حامي. طيب يا ام هاني، ذا الحين ليش اخرج؟ ليش بتطرديني؟ هذا جزء من يخون الثقة. أنت خنت الأمانة يا محروس، أنا وثقت فيك. يا ام هاني الله يحفظك. طيب اسمعيني وافهميني. انا لمصلحة من بين اعمل كل هذا؟ لمصلحتك انت. مصلحتي فين؟ مصلحتي إيش؟ تتاجر باسمي بالسموم والمخدرات وتقتل عباد الله؟ طيب لحظة، ممكن افهمش. انا قصدي انه يعني ازيد فلوسك. هذه هي مشكلتك، هذه مشكلتك يا محروس. طول حياتك ما تعرف إلا الفلوس، لكن خلاص انكشفت على حقيقتك وما بسمح لك تستغلني مرة تانية. من هذه اللحظة لا لك علاقة فيني ولا ببيتي ولا بالشركة، والتوكيل اللي سويته لك بكرة بسحبه. يا خاين يا خاين يا خاين يا خاين. أمه 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 تقسم راعي. وأنا كنت مثلكم أقدره واحترمه لو ما شفت بعيني. يا أسفه. ما فعل عمي سعد الله، كلنا. أنا ايش أقول لكم، لكن توعدوني إن هذا الكلام ما يخرج لحد مهما كان. سعد الله عدو يعز علينا. اسمع، ما يخرج، قل لنا ما حصل. باختصار، كان معانا واحد مسكي، قصدنا سعد الله من أجل يعرف به ويقطع على البطاقة. لف ودار وفي الأخير طلب فلوس. فلوس؟ أيوة، ويا ليت طلب بالمعقول. أمان إنك تستاهل. وأنت ليش تطلب منه وإحنا موجودين؟ أو قصرنا معك في شيء ولا شيء؟ لا أصلا. لا أصلا ولا فصلا. أنت تعرف بطاقة من هذا الرأس. يعني أتقطعوا له بطاقة وتعرفوا به؟ نعرف به وبهله وبالجمل ذي رحل به. أين المعاملة؟ عالم سيري عالم سيري ألا بسم الله الرحمن. عالم سيري عالم سيري ولا مودي ولا شيطان. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. طيب يا عم عبد الرحمن، أنا اسمح لي بمشي. مالك مستعجل هكذا؟ عاد انا ماشي معناه من شوفتك. لا أنا قد تأخرت ولازم أمشي. مصر يعني؟ ها؟ أيوة. طيب بس بشرط انك تكررها مرة ثانية وتجي لي هنا المحل. إن شاء الله بإذن الله، على عيني وراسي ولا يهمك. الله يخليك يا ابني، موفق بإذن الله. يلا في أمان الله. الله معك. السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ هاني. كيف حالك يا أخت سلوى؟ الحمد لله. ايه يا اخي، خير؟ في حاجة ولا شيء؟ اشوفك تلف وتدور لك ساعة في المحل ولا اشتريت شيء. اذا اشتري حاجة قول لي انا بساعدك. معك بوري أبو شبك؟ اهو بوري أبو شبك. لا ما عندنا شيء بوري ابو شبك. ولا قد لقيت من الصبح. لا حول ولا قوة الا بالله. ايش من زباين هذا؟ لا اهلا اهلا سلوى. بسام. حاضر يا حاضر. جهزت الاغراض دي كلمتك عليها؟ ايوه بجهزنا الان. يلا يلا سريع بالله. اسمعي يا بنتي، انا اشعر قليل تعب كذا ويمكن ابند بدري وبشتي اروح البيت. مش معقول اروح وانت مش موجوده هناك. تمام؟ ليش عارفه ليش؟ هيا جهزت هن؟
ايش سويت؟ ها؟ جاهز يا عم محروس، كل حاجة جاهزة ما تقلقش. ايش اللي جاهز؟ أنا حصلت شغلة يا عم محروس لا يمكن إني تخطر على بال إنسان، وبهذا الشغلة ممكن نحن نصرف بضاعتنا كلها وإحنا مرتاحين، ما تقلقش. متأكد؟ 1,000,000% يا عم محروس. شوف يا ناجي، ناس كثير عارضوا ان انا اعتمد عليك في شغلي، وانا عاندتهم كلهم وثقت فيك. اسوأ ما علي يا ناجي في حياتي خيانة الثقة، فاهمني؟ لا 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 صدق شحات يا عم محروس، أنا لا يمكن أن أنا أخونك إطلاقا، والأيام يا عم محروس أثبت لك إن ثقتك في محلها، ما تخافش. طيب، الزباين يتصلوا لك ويجوا لك، الشيك تنتبه وتكون حذر. الغلط في شغلنا يا ناجي ما لهش مكان، والشيك تتذكر دائما ان الموت بالنسبة لنا مثل شرب حبة دخان، فاهمني؟ توكل استلم البضاعة. طيب أي أوامر ثانية يا عم محروس؟ توكل الله معك. يلا مع السلامة. معلش يا زهر هذا الحين. وانتي يا قبول خليتي زوجك يقدم إجازة من الجامعة على سبيل يذاكر ليش؟ المرأة ناوية تنجح وتطلع الأولى علينا، لكن سهل يا قبول، شاور ريش من عيوني الثنتين. السلام عليك. وعليكم السلام. انت ما عارفه كيف تصلي؟ ماذا؟ ولا بدك الخير. ادخلي. ولا انت قلقتيني علي؟ الله يحفظك، ولا تقلقي ولا حاجة. حي البيت واهلي. من وين جاي؟ الورد. ويا عطية يا ورد فوق ماسه، الله يعين امك على الدراسة. آمين. انت دارية للمدعي تشتجي لهانئ. ليش؟ اديرش حاجة حالي. انا دريت قبالة كبيرة بط، شديرش حاجة أحلى من القبانة. شديرش الاختباء. ما هو الاختباء. شلوش الجن سمعتي بنا الناس. ها متوضع. خرجت بطريقتي الخاصة مثل ما تقولي. قالت لي العصفورة وانا قلت ما شاقول الا لحبيبة قلبي، زميلتي في الدراسة، زميلتي في الصف، علشان انا وقع الاولى على الصف. ما هو حاضرش تقعي على الاولى في القراية ولا ذاك حق طول السنة اللي من. اجلسي انا فاهمش مستعجلة، وانتي عتطلعي الاولى مكرر بعدي. الاول مكرر ما بلا نطلع حوياش سوا هكذا. سوا خلاص، الاولى والاولى. اهم شيء تذاكري من هذا الورقة على اساس ننجح ونطلع الاولى مع بعض. تمام؟ هذا وبس يجي منه. بس ها انتبهي حد يعرف قلد ان شاء الله، لازم مثل القلصات اللي انتي لابساهن هذا ولا حد يدري. ولا حد يدري. ياو ولا حتى قبول. ايوه وصلنا عند المهم، عند قبول انتي عدي لها ورقة الامتحان الكذبية هذا. تمام؟ انا سبي تذاكرها وترسب، وانا وانتي ننجح ونقع سوا الاولى. ها اذا هذا مسألة قل يا لفوها انا. ايوه داري عن ذاكر ونقع سوا منا وبس وهذا حق قبول علشان ترسب. مننا فينا